السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الماسك بتاع الحاجات السخنه في المطبخ. اللي هو ينفع ان احنا نمسك كده او اننا نمسك كده عادي زي ما بنمسك باي طريقه. هو مرن جدا. عملنا الشكلين دول. مش هطول عليكم ويلا بينا نشوف احنا عملناهم ازاي. علشان نعمل اول فكره فاحنا هنحتاج للمطبوعات دي او الباترون ده، وده هتلاقوه موجود على صفحتي في الفيسبوك، واللي هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف، وكمان في اول تعليق في القناة اللي هو التعليق المثبت. وكمان لو انتوا مش عايزين كده ولا كده، لو كتبتوا في السيرش بتاع الفيس ارتست فنون يدوية هيجيب لكم الصفحة. هنحتاج الباترون دوت. انا زي ما قلت لكم سايبها لكم في الفيس. دي اجزائه. اول حاجة احنا هناخد القطعة الكبيرة دي مكتوب عليها في 2، يعني هنقص منها قطعتين، يعني هي كده محطوطة على القماش قطعتين. طب القماش اللي انا استعملته كان ايه؟ ده كان قماش جوخ. ممكن نستعمل اي حاجة بدل الجوخ عادي، مفيش اي مشكلة، بس ميزة الجوخ ان هو ما بينسرش تمام وبيستحمل شوية. متر الجوخ ب10 جنيه، يعني لو جبتوا ربع متر من كل حاجة هيكفي معاكم، مش هتحتاجوا ازيد من كده. والقطعة دي برضو من الباترون هنقص منها 2. القطعة دي هنقص منها 1 بس. القطعة دي اللي هي الكريزة هنقص منها 2. طيب قبل اي حاجة احنا هنجيب اسفنجة، وممكن نستغنى عن موضوع الاسفنجة ده باننا نعمل كذا طبقة من الجوخ على اساس يبقى سميك والحرارة ما توصلش لينا. فلو احنا مش عايزين نستعمل اسفنج، بدل ما هيكونوا طبقتين من الجوخ هيبقوا مثلا 4 أو 5 طبقات، انها تبقى حاجة عازلة يعني. هنا احنا اخدنا المقاس اهوت بتاعها بالظبط على الاسفنج. هنبتدي نقص، بس احنا مش هنقص المقاس بالظبط، هنصغر شوية عن المقاس اللي احنا واخدينه. زي ما انتم شايفين اهو، ده الجزء اللي احنا دخلناه. هناخد الجزء اللي هو ده، هنحط الاتنين هنا ونحاول نظبطهم انهم يكونوا نفس المقاس. بعد كده هناخد الجزء اللي احنا عاملينه بالابيض وهنحطه هنا، وده الجزء اللي احنا عاملينه بالاحمر، وهنحطه هنا. هندخل الابره بتاعتنا من جوه هنا الاول، هنطلعها كده ان العقده بقت من جوه زي ما انتم شايفين. هنطلعها كده. الخيط اللي احنا استعملناه ده يا جماعه اسمه خيط كوتون بارليه، اللي هو ده الوانه كتير. ممكن لو مش موجود عندنا نستعمل الخيط العادي، اي خيط موجود عندنا نقدر ان احنا نستعمله عادي، مفيش مشكله. هنيجي بعد كده وهندخل دي هنا اهي، طلع من 3 ماشي، وهنعمل دي كده. شايفين؟ طيب بقت الخيط تاني ورا، هندخله من قدام تاني ونعدي من ورا الابره الخيط بتاعنا ونشد. بقت كده. هنعمل كده لحد النهايه بتاعت الشكل بتاعنا. لو الغرزه مش واضحه ليكم فانتوا تقدروا تعملوا سيرش على الغرزه دي، اسمها غرزه البطانيه. هنيجي في الجزء دوت وهنجيب قطعه من قماش الجوخ بالمنظر ده، هنتنيها نصين على بعض، وبعد كده هناخد ناحيه نتنيها كده
نثبتها بدبوس. والناحية التانية هنتنيها عليها بالمنظر ده. وهنقص الجزء ده، هندخل دي هنا، هندخلها تحت الاسفنجة هنا. هنبتدي نكمل. هنخش اخدنا منها جزء صغنن اهوت، جزء صغير. هنيجي بعد كده احنا اهوت وصلنا لاخر حته فيها، هنيجي هنمشي على دي كده، وصلنا هنا عند البوس تاني. هندخل كده، هنيجي من ورا هنعمل كده. بصوا احنا من ورا مش هنطلع على اللي قدام، احنا بس اهوت شغالين كده. هنرجعها بس تاني عشان الخيط يبقى جاي لنا من ورا اهو. هناخد دي معاها، يعني واحنا شغالين هناخد دي معاها. وصلنا هنا للنهاية اهي. هنعدي الإبرة بتاعتنا، عديناها من دي وهنرجع نعديها من هنا، وهنرجع تاني ندخلها في حتة بسيطة وراها اهو، ونبتدي نكمل شغلنا تاني زي ما كنا. وبرضو هناخد دي معانا، وصلنا كده للنقطة النهائية اهيت. هناخد الكريزة بقى دي، هندخل فيها الخيط، احنا بنلفه لفة عادي، مش بنعمل فيه اي غرز. احنا هنا خلاص وصلنا لنهاية الدورية. زي ما انتم شايفين ان احنا ثبتنا الخيط هنا عشان دي تبقى ثابتة مكانها هنا. تمام. هنخش هنا كمان بس داخلة كده، وبعد كده هنعدي الإبرة من ما بين الخيط بتاعنا، وهنطلعها من هنا. هنعدي الإبرة ما بين القماش بتاعنا وهنطلعها من الجزء ده عشان نثبتها هنا كمان. هحاول ان انا ادخل الخيط من مكان تكون واسعة انها تعدي العقدة
اهو مثلا. هنبتدي بقى نعمل ايه؟ هننزل كده، نطلع كده، هنمشي اللي هي غرزة السراجة العادية اللي كلنا ايه عارفينها. تمام كده. هنيجي هنقوم هنعدي ده، بس مش هنطلعها من الناحية التانية، لا احنا هنمشيها جنبها كده، وهنبتدي نعمل نفس غرزة السراجة تاني. وهنا هنخش كده ونمشي برضو ما بين القماشتين عشان نطلع في العمود اللي جنبها. احنا كده وصلنا اهوت. هنا هعمل دي كده وهعديها من جوه شويه، انها تبقى طالعه من تحت دي، وهثبتها في البني برضو. هنعمل شرط بس كده، هنجيب قلم الكوليكتور وهنعمل بيه نقطة هنا وخط كده، وهيكون ده التصميم الأول للمساكة بتاعة المطبخ. يلا بينا نشوف التصميم التاني عملناه ازاي. وعلشان نعمل الفكرة التانية فاحنا برضو هنحتاج لقطعة الأسفنج وبرضو الباترون، واللي قلتلكوا هتلاقوه على الفيس. هنقص اللي مكتوب عليه 2 هيكون بيتقص منه قطعتين، اما اللي مكتوب عليه 1 فهيتقص منه قطعة واحدة. هنقص الأسفنجة بتاعتنا بنفس الطريقة اللي قصينا بيها في الفكرة الأولانية. هنخش بس حاجة بسيطة لجوه. هناخد القطعة دي وهنحط عليها الأسفنجة، اما القطعة دي فاحنا هنحط عليها دي، لو بصينا هنا هنلاقي دي انا عامله عليها نقط بقلم الكوليكتور برضو، هيكون دي مكانها هنا. فاحنا هنثبت القطعة دي بالدبابيس كلها. هنجيب بعد كده القطعة اللي هي فيها الأسفنجة اللي هتكون الظهر، وهنحط دي عليها، وهنمشي بنفس الطريقة اللي احنا مشينا بيها في الشكل الأول. هنا احنا خلاص وصلنا للجزئية دي. هنجيب شريط ستان أي لون احنا عايزينه وهنحطه على بعضه كده وهندخله هنا، وهنكمل الغرزة بتاعتنا تاني. هنوصل هنا هندخل الإبرة بتاعتنا كده، نطلعها من الناحية التانية، وهنرجع تاني نعديها كده، وبعد كده هناخد ده تاني اهو، وهنعمل كده تاني، بعدها هنعديه من هنا
وهناخد ده تاني وهنعديها من ورا. هنيجي هنا وهنعقد الخيط بتاعنا. اصبح ده شكلها. هناخد قلم الكوليكتور برضو، هنبتدي نعمل هنا نقط على الاحمر على الكريزة الحمراء دي. هنيجي هنا على الابيض وهنعمل عليه برضو الشرط دي. وهيكون ده الشكل النهائي للتصميم التاني بتاع المساكة بتاع المطبخ. وده كده كان الشكل النهائي لماسك الأواني، وكمان كان حلقة جديدة من سلسلة حلقات يلا تركي، واللي أنا هسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف، وكمان هتلاقوها قدامكم اهيت في آخر الفيديو. هتلاقوا قائمة كاملة بكل الحاجات اللي احنا عملناها اللي واخدة الطابع التركي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.